جماعة، معظم المشاكل في التلاجات بيبقى الترموستات. العميل بيبقى ظابطه على درجة قليلة يعني 2، وبرضه بيغيب في موضوع الفصل. في هنا سر جوه الترموستات، لو انت عرفته هتوفر عليك تمن الكباس او الموتور. اول حاجة في هنا المسمار ده دوره مهم جدا. لو ربطته اليمين بيبتدي يبعد الاتنين ترملة اللي هي بتوصل ان هي تفصل. ربطته اكتر بيزيد الفترة ان هي التلاجة تفصل معاك وبتطول. طب ايه الحل؟ الحل هنا انا مفروض لو لقيت ان التلاجة بتغيب في الفصل وعندي جلدة الباب تمام وكله مظبوط والتبريد 100 وجايب الدرجة على اوطى حاجة وبرضك ما فصلتش، يبقى عندنا هنا هنلف الرجراج ده لفة شمال زي ما انا بعمل كده، وادوس على الدراع ده. اول ما اسمع الصوت ده يبقى عندنا التلاجة فصلت. طب هتشتغل بعد قد ايه؟ بعد تلت ساعة او نص ساعة، ده لو الموتور بارد مشتغلش فترة طويلة. طب الحركة دي نعملها امتى؟ لو لاحظت ان التلاجة في فترة الصيف بتغيب في الفصل او بتعلق وكل حاجة مظبوطة وكل حاجة شغالة تمام، الموضوع ده ممكن نعمله في التلاجات اللي هي بتبقى العادية مش النفروست. النفروست بيبقى فيه مشاكل كتير في الدايرة، بس الجزء اللي انا عملته ده اللي هو الرجراش ده مهم جدا. لو عملته مرة ولقيت ان التلاجة اشتغلت معاك تمام اكتب لي في التعليقات. ولو في مشاكل تانية لاحظت ان الترموستات ما بيفصلش بعد الحركة اللي انا وريتها لك كده، ممكن ان انت تغيره وتجيب نفس القديم بالظبط. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس لايك لكي يوصل لك كل جديد.